السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائي طلبة وطالبات الصف الخامس، أهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد. النهاردة يا شباب هنحل مع بعض صفحة 239 240 241 كتاب المعاصر إنجليزي الصف الخامس. يا ريت يا بطل ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد يا حبايبي. اشتركوا كده في القناة و اعملوا لايك للفيديو. نقول بسم الله. السؤال الاولاني بيقول لك listen and circle the correct answer. بيقول لك in a storm، في العاصفه او في العاصفه، بيقول لك هنا you have to keep yourself، لازم ان انت تبقى نفسك ايه بامان safe. طيب make sure، تاكد you have candle، ان انت عندك شمع and ايه and torches اللي هو الكشاف. there might be، احتمال هتقول له power cut، ايه ان الكهرباء تقطع. don't go anywhere، ما تذهبش في اي مكان by train، بالقطار. this could be unsafe، يعني ممكن ما يكونش امن في وقت العواصف ده. choose the correct answer. the desert in Egypt، الصحراء في مصر has a very، هتقول له special weather، عندها طقس خاص كده. طيب the storm اللي هو العاصفة made me، جعلتني او تصنع، جعلتني امكث stay at home، ان انا ابقى بالبيت yesterday امس. it was very strong، كانت قوية جدا العاصفة. طيب when there is a lot of water in the street، لما بيكون في لما بيكون في ميه كتير جدا في الشوارع it's a، بتكون ده اسمه flood يعني فيضان. طيب in extreme heat، في درجات الحرارة العالية. spend time، بتقضي الوقت in cool buildings، في المباني الباردة. with ايه هتقول له with air conditioning، اللي هو مع مكيفات الهواء. خلاص حبايبي. طيب نيجي للسؤال الثالث. بيقول لك read and complete the text with words in the box. اقرأ الفقرة وكمل بالكلمات الموضوعة في الليست أو البوكس ده. climate يعني مناخ، cold يعني بارد، hot يعني ساخن، winter يعني شتاء، rainy يعني ممطر. Egypt has a nice variety of weather، يعني مصر بتمتلك تنوع خاص من الطقس المتنوع. It's usually very hot، بتقول هي عادة بتكون حار in desert، في الصحراء. in Egypt، في مصر we have hot summer، عندنا فصول صيف حارة. our winter، الشتاء are cooler in Egypt، بيكون بارد جدا في مصر. the desert has a very special، الصحراء بيكون لها طقس خاص. climate أهو special climate يعني مناخ خاص أو طقس خاص. طيب with very hot، بيكون حار day بالنهار and very cold nights، وبيكون بارد بالليل. طيب هنا بيقول لك read the text and answer the question. بيقول لك Egypt has a variety of weather، مصر بتمتلك تنوع في المناخ أو في الطقس. also، على الرغم من ذلك the weather، الطقس is usually very dry، عادة بيكون جاف. Alexandria is the most rainy city in Egypt، اسكندرية بتكون أكثر مدينة ممطرة في مصر. in بيقول لك هنا it doesn't often rain in Cairo، يعني غالبا لا تمطر في القاهرة. we have very hot summer، احنا عندنا صيف حار، فصول صيف حارة. and the temperature sometimes، درجات الحرارة أحيانا go to 50 درجة مئوية، degree بتوصل ل50 درجة مئوية. our winter، الشتاء are cooler، بيكون أكثر برودة. and temperature can go down، بتصل إلى 12 درجة مئوية. tourists، السياح come from all over the world، بيجوا من حوالين جميع أنحاء العالم to enjoy، عشان يستمتعوا our beautiful weather، بطقسنا الجميل. حلنا صفحة 239، ننتقل ل 240. ما تنساش يا حبايبي اللايك والاشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد يا حبايبي. يلا بينا. بطل choose the correct answer from A B C or D. The main idea of the text is about the، هتقول له الفكرة الرئيسية للنص بتتكلم عن ايه؟ هتقول له بتتكلم عن weather in Egypt، الطقس في مصر. The weather in Egypt، الطقس في مصر is usually، غالبا very dry، الطقس في مصر غالبا بيكون جاف. طيب هنا بيقول لك answer the following question. بيقول لك هنا summarize the text in one sentence، يعني بيقول لك لخص النص او الفقره ديت في جمله واحده. هتقول له Egypt has very special climate، مصر بتمتلك مناخ خاص. مصر بتمتلك مناخ خاص. طيب why do tourists come to Egypt، ليه السياح بيجوا لمصر؟ هتقول له to enjoy the beautiful weather، عشان يستمتعوا بالطقس الجميل. to enjoy the beautiful weather. الترتيب هتقول له هنا it is usually، عادة هتقول له ايه dry، بتكون جاف in the desert، الجو بيكون جاف في الصحراء. رقم واحد هنا. رقم اتنين هتقول له eat light، eat light small meals، كل وجبات خفيفة وصغيرة كده. هتقول له in hot weather، في الطقس الحار. read and write the correct from words، اقرأ وصحح الكلمات اللي بين الأقواس. عماد always هتقول له speaks English very well.
how often do you walk to a school؟ انت ازاي ذهبت، كم مرة ذهبت للمدرسة. punctuation هتقول له هنا I capital وهتحط هنا نقطة في الستوب. طيب هنا بيقول لك اكتب باراجراف عن the weather in Egypt، عن الطقس في مصر 30 كلمة. هتقول له Egypt has very special climate، مصر بتمتلك مناخ خاص. we have very hot summer، بيكون الجو حر في الصيف، and very cold winter، وبيكون بارد جدا في الشتاء. There is a variety of weather، بيكون عندنا تنوع في المناخ. This variety makes Egypt green، التنوع ده بيخلي مصر عظيمة. حلنا صفحة 240، ننتقل ل 241 يا حبايبي. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة، أكون متشكرة جدا لكم. يلا بينا. It going to be هتقول له rainy in Cairo، إنها احتمال انها تمطر في القاهرة. It's never very cold، إنها دائما ما بتكونش برد in شرم الشيخ. طيب stay at home، ابقى في المنزل because of a storm in Luxor. طيب هنا بيقول لك هنا كمل الديالوج بواسطة الكلمات protect يعني يحمي، electric كهرباء، shock يعني صدمة، wind يعني ايه الرياح. طيب هنا بيقول لك شباب، أول واحدة هنا تكتب winds. طيب تاني حاجة تكتب electric، تاني حاجة electric، تالت حاجة تكتب protect ourselves، نحمي أنفسنا. protect ourselves اهو. how can we protect ourselves، ازاي احنا نحمي نفسنا. طيب رقم 4 هتقول له shock يعني صدمة. يلا يا بطل، بيقولك هنا read and answer the question number 1. بيقولك هنا we have a nice variety of weather، نفس الفقرة اللي احنا قرأناها. مصر بتمتلك مناخ متنوع في مصر، على الرغم ان في بعض الاماكن بتكون جافة زي الصحراء، لكن احنا عندنا فصول الصيف بتكون حارة، ودرجات الحرارة احيانا بتوصل ل50 درجة some places في الاماكن، وفي الشتاء بيكون برد جدا and the temperature can داون تو 12 درجة مئوية، يعني ممكن توصل درجة 12 درجة، يبقى الجو برد يعني. doesn't often rain in Cairo، ما بتمطرش أبدا في القاهرة، عادة لا تمطر في القاهرة. طيب how is the summer in Egypt؟ طيب الصيف بيبقى عامل ازاي في مصر؟ هتقول له we have a nice variety of weather in Egypt، عندنا طقس متنوع في مصر. اللي انا ظللت لك عليها ده هي اجابة السؤال الاولاني، انا كاتبه لك فرحة واحدة. does it often rain in Cairo؟ هتقول له no. هل هي بتمطر في القاهرة؟ هتقول له لا. طيب choose the correct answer. we have a nice variety، احنا عندنا تنوع لطيف من الطقس of weather in Egypt. يلا يا بطل، بيقول لك هنا temperature in winter، درجات الحرارة في الشتاء is around، بتكون حوالي بتصل ل 12 درجة مئوية. طيب it's usually الجو غالبا very dry in desert، بيكون جاف في الصحراء. choose the correct answer number 1. هتقول له we stayed in the shade، احنا بنبقى في الظل. there might be a power cut، يعني ممكن الكهرباء تقطع. make sure اتأكد you have torches، اللي انت تأكد انت معاك كشاف. I am never late for our English classes، أنا أبدا ما بتأخرش عن دروس اللغة الإنجليزية. I هتقول له always on time، باجي في وقتها. My sister often reads a book in the evening. طيب هنا ذا هتقول له tornado اللي هو الإعصار، destroy بيدمر many home العديد من المنازل and other building والمباني. الترقيم أهو يا شباب. وبكده خلاص نكون وصلنا لنهاية الفيديو. ما تنسوش تدعمونا بلايك واشتراك في القناة يا شباب عشان يوصلكم كل جديد. بالتوفيق والنجاح يا رب، مع السلامة.